بين الفريقين. نحن نمر الى اخر 9 دقائق انطلاق الامل عبره. محمد يحيى خطيره اماميه، فرصه الى امل، جول! يسجل الامل عبره اول اهداف اللقاء، وهو هدف ياتي من اللاعب الغاني رزاق بوبكر. هنا ينطلق محمد يحيى حمدي في هجمه مرتده، وضع الكره بشكل جميل للغاني رزاق. انطلق مكسيم ولكن بين القدمين تمر الكره من المهاجم رزاق ليحرز اول اهداف اللقاء لمصلحه الامل عبره، ليعطي احتفاليه كبيره في المدرج الشعبي وفي المقصوره، واحتفاليه لفريق الامل. لاحظ محمد يحيى هنا التمريره، انطلق اللاعب، سبق اطهر الطاهر وسبق ايضا مكسيم، وضع الكره داخل الشباك ليعلن عن احتفاليه لفهود الشمال داخل ملعب عطبره في الدقيقه السادسه او السادسه وثلاثين. هدف اول في اللقاء. لعب ناريه تطلق على الدين، لمسه كره تعودت لنذار حامد الى ابو بكر كيبي، خطير ابو بكر كيبي، تصيبه والكره جول! هو البوركيني كيبي يعدل لفريق الهلال النتيجه بهدف، ووضعه داخل الشباك، وبعدها الذهاب ليحتفل مع لاعبي دكه البدلاء. هنا لاحظ اللمسه من نذار حامد، انطلقت لابو بكر كيبي، وهنا صوب الكره فوق الحارس مرتضى حسن لتسكن شباك الحارس. هدف من البوركيني بوبكر كيبي، والذي يعلن عن احتفاليه هلاليه هذه المره في الشباك، وبعدها يشكر صانع الهدف نذار حامد بطريقته الخاصه بوبكر كيبي. هنا البدايه من وليد على الدين، ولمس الكره لنذار حامد، تقدم ولمح اللاعب، لمس الكره، انطلق بوبكر كيبي رغم المضايقه من عمار الدمازين، الا انه صوب كره مع تقدم الحارس ووصلت خلف الحارس وهو نحو السقوط الى الشباك. هدف للتعديل لفريق الهلال في الدقيقه التاسعه من زمن شوط اللعب الثاني. يمر عمار الدمازين ولكن كرة الى اندرزينو الى نذار حامد، لمسه لابو بكر كيبي، طلق من البوركيني كيبي، تصيبه قويه من كيبي، جول! مرة ثانية، كلاكات ثاني مرة من ابو بكر كيبي، البوركيني يهز شباك الحارس مرتضى حسن في اقل من دقيقتين بتصيبة قوية هذه المرة في حلق المرمى. وهنا اللمسة تحولت للبوركيني، ابو بكر كيبي تقدم، رفع الراس، صوب بقوه، والكره الصعبه داخل الشباك. هدف ثاني للبوركيني ابو بكر كيبي ولفريق الهلال. دقيقه 11 بعد دقيقتين تماما يتقدم من جديد ليسجل مرة ثانية المهاجم ابو بكر كيبي في مرمى الحارس مرتضى حسن، وهذه المرة ايضا بالتصويب، لكن هذه المرة كانت عالية في سقف مرمى الحارس مرتضى حسن. الهلال يتقدم